بزمن الذكاء الاصطناعي، بزمن كلنا عايشين بين شاشاتنا، الهواتف والأجهزة وكل شيء أدوات ذكاء اصطناعي، بقيت جزء من حياتنا اليومية. بس شو بيصير إذا هالذكاء الاصطناعي أصبح سبب لمأساة حقيقية؟ هاي قصة شاب اسمه آدم، شاب عمره 16 سنة. قصته صادمة، معقدة ومليانة حزن. آدم كشف شيء اسمه تشات جي بي تي، وهو أداة ذكاء اصطناعي يلي كلنا سمعنا عنه ومنستخدمه يوميا حتى بأتفه سؤال. بيوم من الأيام كان عم يحكي مع الذكاء الاصطناعي. اليوم رح أحكي لكم القصة خطوة بخطوة، قصة حقيقية وما صار زمان، وكيف صارت مأساة تتحول لقضية قانونية تحكي عنها كل صحف العالم. خلوكن معي لنهاية الفيديو لأنه رح نكتشف أشياء ما حدا متوقعها، وكمان شلون تحمي حالك وعيلتك من هذا الإدمان. بتمنى دعم للفيديو وتتابعوا القناة. معكم محمود ويلا نبلش. آدم شاب عمره 16 سنة، عايش مع أهله في ولاية كاليفورنيا. القصة بتبدأ لما آدم بلش يحكي مع تشات جي بي تي. بالبداية كانت علاقة بسيطة، الذكاء الاصطناعي كان بيساعده بدراسته، يعطيه معلومات، يجاوب على أسئلته. بس بعد مدة قصيرة هي العلاقة تحولت ليعتمد عليها بشكل يومي. حسب الدعوى القضائية اللي قدموها أهله لآدم بأنه آدم تحول لمدمن على هي المحادثات، وما عاد في مجال للعالم الواقعي من حواليه. ومع الوقت آدم صار يعتمد عليه لكل شيء، إحساسه، مخاوفه، حتى أفكاره المظلمة. التطور صار تدريجي، من مجرد مساعدة لدعم نفسي خطير. وهون بدأت المشكلة. خليك معي لأنه هلأ رح أحكي لك كل التفاصيل. حسب الوثائق آخر محادثة لآدم كانت يوم 11 نيسان 2025. بهي المحادثة كانت محادثة جدا طبيعية. آدم عم يحكي لأنه أخذ زجاجة فودكا من بيت أهله، وما بدنا ننسى أنه هذا طفل عمره 16 سنة، يعني مو مسموح له أنه يشتري الكحول من أي مكان. بس هذا الشيء كان بس بداية الحديث. بعدين المحادثة تحولت لأفكار مظلمة. الذكاء الاصطناعي ما اكتفى بالجواب العام، واختلف الحديث ودخلوا بحديث الموت. وآدم حكى أنه ما عاد بده يعيش وصنع حبل، والذكاء الاصطناعي أعطاه تحليل عن الحبل يلي صنعه بنفسه. بعد ساعات قليلة وجد آدم بنفس الطريقة. وفي يوم 25 آب 2025 قدموا أهله لآدم دعوى قضائية ضد شركة أوبن آي يلي بيكون تشات جي بي تي تابع لها. الأهالي طالبوا بتعويض مالي وبأنه الشركة تاخذ تدابير صارمة لحماية القاصرين، مثل إيقاف أي محادثة بتتعلق بإيذاء النفس تلقائياً، أو تفعيل خاصية بحيث يسمح للأهالي إنه يشوفوا شو عم يكتبوا أطفالهم. منظمة قانون العدالة التكنولوجية قالت إنه القضية بتكشف المخاطر الحقيقية للتقنيات الحديثة. القضية فتحت نقاش واسع حول مسؤولية الشركات عن المحتوى الموجه للمستخدمين القصة. القصة مو بس عن تكنولوجيا أو ذكاء اصطناعي، القصة هي هشاشة الإنسان إن كان بالغ أو طفل، وعن كيف الذكاء الاصطناعي صار جزء من حياتنا اليومية. وحتى تحمي حالك من الإدمان على الذكاء الاصطناعي حدد وقتك معه، لا تخليه بديل للناس الحقيقيين، وانتبه لإحساسك. وهي القصة بتخلينا نسأل حالنا، هل التكنولوجيا صممت لتساعدنا فعلا أو هي عبقة علينا؟ اكتب لي جوابك بالتعليقات، واكتب لي عن شو حابب نحكي بالفيديو القادم. لا تنسوا اللايك والمتابعة. كان معكم محمود وسلام.